والله الزمن ده ما بقناش عارفين مخبلنا ايه تاني وهيبين لنا ايه تاني. الناس خلاص نسيت ربنا وبدأت تاخد في حاجات ملهاش فيها. لما يجي واحد يروح يعمل قناة عشان يكسب شوية ريتش ويجيله شوية مشتركين ويجيبله شوية فيوهات، يروح يجيب القرآن ويحط عليه أغاني ويعمل ميكس ويسمعه للناس عشان يعمل ترند جديد. لما توصل ان احنا ننسى ديننا وننسى ان ده قرآن ربنا سبحانه وتعالى منزله، ما ينفعش المساس بيه وما ينفعش ان احنا نقرب له، ما ينفعش ان احنا نعمل الحاجة اللي احنا عملناها دي. ده الكفار نفسهم ما عملوش الحركة دي. ان انت كمسلم او مسيحي او ايا كانت ديانتك تجيب القرآن وتحط عليه موسيقى وتسمعه للناس، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بتستهزأ بكلام ربنا ومش عاجبك اي حاجة. ده معناه ان انت ملحد وعايز كل الناس تبقى زيك. ده معناه ان احنا لو سكتنا هنلاقي كل يوم واحد واتنين وتلاتة بيزيدوا في الموضوع ده. اي حد يشوف حاجة زي دي لازم يقدم فيها بلاغ ويحاول يقفلها. كل الناس تجري على القناة اللي هي عاملة الاغاني على القرآن، اسمها اغاني قرآنية. الكل يروح يقفل القناة دي يقدم فيها بلاغ وما يتفرجش على الفيديوهات، ما يشجعش ان الفيديو ده يتنشر تاني. وربنا سبحانه وتعالى اعلم باللي بينصره واللي بيغزيه. والناس دي حسابها تقيل عند ربنا، كفاية ان هم مش معترفين اصلا ان موجود اله. والموضوع مش سهل وبسيط، وخافوا على الأجيال اللي طالعة إن طفل صغير ولا واحد بادئ لسه يمسك موبايل ويلاقي حاجة قدامه زي دي وتعجبه وتخش ودنه إن القرآن بيسمعه مع أغنية، فهيبقى انطباعه إن ده العادي بتاعه. وهتيجي تسمعه القرآن بصوت الحسري ولا المنشاوي ولا الطبلاوي ولا مشاري راشد العفاسي، مش هيعجبه الصوت وهيبقى عايز يسمع اللي فيه أغاني. اللي بينشر قرآن بياخد حسنات، واللي بينشر أغاني وموسيقى بياخد سيئات. ما بالك بقى انك تجيب القرآن وتحط عليه الموسيقى نفسها؟ دي كبائر من الكبائر اللي موجودة على الأرض. واللي بيعمل كده انت بتعمل حاجة إبليس نفسه ويخاف يعملها وعمره ما عملها. وزيك زي فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. صدقوني الموضوع بيبدأ بحاجة صغيرة ويبدأ يكبر لحد ما ينسى ان فيه لا أصلا. لو أي حد عندك في عيلتك أو قريب منك أو زميلك أو أي حاجة لقيت عليه العلامات دي اللي بدأت هو ان هو مش عاجبه اي حاجة في الكون واي حاجة في الدنيا، حاول ترجعه لعقله تاني وتفهمه ان ربنا موجود وهو لوحده اللي بيموته وهو لوحده اللي حيه ولسه بيتنفس لحد دلوقتي بسبب ان ربنا لسه مديله عمر.